لو انت زملكاوي فالفيديو ده مش ليك. انا النهارده جاي اتكلم عن الناس اللي قالت ان انتر ميامي ده فريق تعبان وفريق ملوش لازمه. انتر ميامي اللي انت بتتكلم عنه قيمته السوقيه 1.1 مليار دولار، اللي هو اكتر من 50 مليار جنيه مصري. النادي الاهلي قيمته السوقيه النهارده 45 مليون دولار، وده ضعف القيمه السوقيه لميسي اللي هي 20 مليون دولار. بص، عشان نكون صراحة مع بعض، في ناس بتعرف منتخب مصر عن طريق الأهلي. احنا بنلعب فرق انت تتمنى تعلق صورهم عندك في الأوضة. تمام. في ناس بتقول ان ميسي 37 سنة ولاعب منتهي ومش هيقدم حاجة. بص حضرتك، ميسي مقدم لحد دلوقتي 800 هدف. تمام. غير بقى التمريرات الحاسمة. ال 800 هدف دول على مدار مسيرته. احنا في مصر عاملين دوري مصري في 18 فريق ب 617 لاعب وما سجلناش غير 483. لويس سواريز مسجل 520 هدف ولسه طبعا المسيرة ما خلصتش. يعني لويس سواريز اكتر من اهداف الدوري المصري كلها السنة دي بال 617 لاعب. تمام. لو احنا بقى بنيجي على المنتخبات، فاحنا عايزين بقى نبص لميسي في المنتخب بتاعه والمنتخب المصري ككل من سنة 34 لحد دلوقتي، يعني في 91 سنة. احنا شاركنا 3 مرات، تعادلنا ماتشين وخسرنا 5 وما كسبناش ولا مرة وجبنا 4 أهداف. ميسي شارك 5 مرات، لعب 26 ماتش وجاب 13 جون، وأخد المركز الأول مرة إن هو بطل العالم، وأخد المركز التاني مرة. تمام. هل كل الإحصائيات اللي احنا بنتكلم فيها تخلي إن إنتر ميامي هيكسب الأهلي؟ لا. بص، في نظرية بتقول إن أنت دايما لما تبقى في القاع بيبقى اندفاعك ونجاحك بيبقى ممكن أفضلية أكتر من الناس المرتاحة. فاحنا النهارده بنلعب على الدافع بتاعنا. الدافع بتاعنا ان احنا نظهر ونحقق حاجه، مش هنروح مشاركه مشرفه. في واحد زملكاوي نزل قال لك ان الاهلي اكتر فريق خسر على مدار كاس العالم للانديه. اه دي حقيقه، بس هو اكتر فريق خسر عشان خاطر هو بيشارك كتير، مش زي الفرق التانية اللي بتروح تشارك مره وخلاص، او شبه الفرق اللي لما جت اتأهلت زمان لغوا اصلا كاس العالم للانديه. فان شاء الله التوفيق كله ان شاء الله ان شاء الله للاهلي.